الحقيقة في الجيش موجود بس بعدد قليل. الشبيحة اللي بيسمونه عندهم هنيك شبيحة، وحزب إيران اللي عامل ضغط قوي بالفترة الأخيرة هو حزب إيران. ومش صحيح زي ما عم بيقولوا إنه بس دفاعا عن قرى أغلبية شيعية. في قرى سنية بغالبية سنية مجتاحينا إخدينا، في قرى مراشدي بيقولوا لهم كمان إخدينا، في قرى مسيحية كمان إخدينا ومعسكرين فيها مع الشبيحة والنظام. شيخ أحمد، كنت تعمل حملة على حزب الله أنه عم بيقاتل بسوريا، أنت اليوم كمان عم بتقاتل بسوريا وكأنك عم بتشرع القتال اللبناني بسوريا، لماذا؟ لأنه نحن قلنا سنتين بنعتصم وبنصرخ وبنحكي وما حدا عم برد، لا دولة ولا غيرها. وأهلنا هلأ نساء وأطفال محاصرين. أنا شفت بعيني أحوال بتبكي بتدمي. أنا أصلا طلعت وطلعت معي ابني لحتى أشوف هذا الشيء بعيوني وألمسه، ولذلك تشجعت وحملت بارودي وقاتلت هناك. دولة استقالت من مهامها إلى أكثر من سنتين ونحن عم نصرخ بنقول الحزب عم بتدخل، حيورد لنا لهون مشكلة طائفية ومذهبية إلى آخره. ما حدا رد. وأنا من هون بعد كلام نصر الله اللي سمعته هلا أدعو رئيس الجمهورية وقائد الجيش ورئيس الحكومة، أو رئيس الحكومة بلاه هلا لأنه استقال، أدعو رئيس الجمهورية وقائد الجيش يستقيلوا حالا. نحن لا نلام على ردة فعلنا، نحن اللي عم نقتل. نحن لما يصير آخر عنصر بحزب المقاومة حزب إيران بلبنان، ساعتها نحن بنرجع بنصدر فتوى مناسبة لمصلحة الثورة ومصلحة طبعا ديننا والثورة ومصلحة لبنان.